السلام عليكم ورحمة الله. تعالي النهاردة هقولك ازاي تجددي شقتك بأي قطعة خشب عندك من هنا ورايح. طبعا مش هنرمي أي قطعة خشب عندنا في البيت، وهنجدد شقتنا بأجمل الديكورات. طبعا الديكور اللي انتوا شايفينه اللي جنب الشاشة والمكتبة طبعا اللي تحت الشاشة دي، كل دوت بخشب قديم انا كنت هرميه. لو عندك مكتبة قديمة، عندك ملة سرير، عندك أي قطعة خشب اوعي ترميها. وتعالى هقولك هتعمليها ازاي. انا كان عندي مكتبة قديمة من ايام الفرح، رميتها يعني بعد الفرح باشهر، كانت في اوضة الاطفال، ما كانتش عجباني خالص، فانا رميتها على السطح والله العظيم يا جماعة. فلما جبت شاشة وكده فكنت عايزة مكتبة، سألت عليها في ايكيا كانت معدية ال4000. فقلت احنا ليه، احنا عندنا الخشب، ممكن نجيب الخشب دوت ونقصه نصين ونعرضه وندهنه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المكتبة القديمة كانت قصيرة، فجينا حطينا لوحين خشب جنب بعض اهو، وطبعا متمسمر من تحت ومتمسمر من فوق ومتمعجن من كل حتة عشان يغطي طبعا المسامير، وبيرجع طبعا بيدهن بلاكيه ابيض. ومتعلقة طبعا هنا الظهر كان متفرغ لان هي محطناهاش ظهر، يعني استغلنا الخشب بقدر الامكان. وطبعا الدوائر اللي احنا عاملينها ديت لان جوزي بيلعب بلاي ستيشن، فهيحط البلاي ستيشن هنا وهيحط مراوح على الجنب، وهتدهنيها طبعا كويس جدا. وهنا كان ده لوح ملة سرير، حطيناه بالطول وفي العرض. طبعا دقينا المسمار بالشكل ده، وقطعت طبعا كذا واحد كده ودهناهم. وطبعا الورد دوت انا كنت عاملاه معاكم في المطبخ، ده مج بتاع ملاحة بتاعه الطقم الصيني. وطبعا التاني كنت جايباه من العتبة، وحطيت اي ديكور كده بحيث ان انا اكسر اللون الابيض وبرده ما يكلفنيش حاجة يا جماعة. وهو طبعا بوريكم هنا ملة السرير وهي مدهونة. اهم حاجة انك انت تدهني كويس. وهنا حطيت مج وحطيت فيه ورقتين من فرع الورد. وكان معايا المنظر ده، المنظر مبهج. طبعا انا دهنه الصالة دي كلها، كان لونها نبيتي، كان وحش جدا، وعملتها معاكم على القناة، اللي مشافهاش يدخل يشوفها. وطبعا طريقة مبسطة جدا جدا، طبعا دهان الشقة كلها. وطبعا الديكورات اللي انا عاملاها، تزيين المصحف، المجات ديت، الورد اللي انا حطاه، كل دوت في الفيديو برضو بتاع تجديد المطبخ. وعملت الستارة بتاعة المطبخ، كل حاجة طبعا هجددها معاكم. وبكده انا وصلت معاكم لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا لي في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. وهستنى منكم طبعا تشجيع عشان انزل لكم باعداد تدوير كتيرة جدا لاي حاجة عندك في الشقة هتعجبكم باذن الله. هتوحشوني جدا يا احلى اخوات في الدنيا، واتمنى لكم طبعا فرجة ممتعة. يلا مع السلامة، دمتم في حفظ الله.